هنتكلم عن مسلسل العتاولة أول 6 حلقات فيه، ومسلسل أشغال شقة، ومسلسل حكيم باشا يا واد، ومسلسل سيد الناس. دي كل حاجة هنتكلم عليها في الحلقة دي، فيلا بينا. السلام عليكم واهلا بيكم في حلقة جديدة. هنتكلم طبعا زي ما قلنا عن مسلسل العتاولة، ومسلسل أشغال شقة، ومسلسل حكيم باشا يا واد، ومسلسل سيد الناس. ايه اول حلقات فيهم ده كده، ايه وجهة نظري فيهم. فيلا بينا نبدأ. اول حاجة مسلسل العتاولة، اتفرجنا تقريبا على 6 حلقات. مسلسل العتاولة السنة دي مختلف عن الجزء الثاني، مختلف عن الجزء الأولاني. في ممثلين جداد ظهروا طبعا، غياب الممثلة فريدة سيف النصر، ممثلة كبيرة قديرة. طبعا دورها مفيش حد من وجهة نظري قادر يقوم بالدور بتاعها ويعوض مكانها في المسلسل الجزء الثاني. الدور بتاعها هي كانت بتقدم دور والدة أم العتاولة، يعني هي طارق لطفي واحمد السقا، هي كانت بتقوم بدور امهم. الجزء الاولاني هم موتوها. الجزء الثاني جابوا فيفي عبده، واللي هي قايمه بدور مختلف، اللي هي قايمه بدور اختها، بس هي من طلعت مشاهده الحلقات اللي فاتت طلعت مش اختها، هي بتمثل على العتاوله اللي هي اختهم. وهي طبعا خارجه، هي كانت صاحبتها وخارجه من السجن. انا بحرق طبعا في المسلسل، اللي بيتفرج على الحلقه انا بحرق المسلسل من الاخر. هي بتقوم بدور اللي هي كانت صاحبه امهم، كانت صاحبتها في اللي هي بتسرق معاها واتسجنت معاها في سجن الحضرة، وطلعت وعايزة تنتقم وعايزة تاخد الذهب اللي هي صاحبتها سرقته منها. هي عايزة تنتقم من العتاولة وتحصل على الذهب، والذهب ده من وجهة نظرها اللي هو مدفون في العمارة اللي هم ساكنين فيها، المبنى بتاعها، وعايزة تهد المبنى وكده. هي طبعا راحت للعتاولة وعرفتهم اللي هي خالتهم من بعيد وكده، ولسه عارفة وكده. فاحنا ما كناش نعرف ده، عرفناه على مدار متابعة الحلقات وفهمنا الوضع. دي كانت حاجة. طبعا العتاولة نصار كانوا هم تابوا طبعا، ما رجعوش لسكة الحرام والسرقة وكده. هم طبعا حصلت مشكلة، بنت نصار جالها ضمور العضلات، المرض اللي بيحتاج حقن بملايين. هو رجع تاني للسرقة، ومراته خلته يرجع للسرقة وكده. وطبعا خضر برضه كان بيدفعه. وظهور طبعا، ظهور مين؟ رجع عيسى الوزان، المعلم عيسى الوزان رجع من جديد. طبعا رجع في الحلقة الأولى، كانوا عاملين رجوعه بطريقة مضحكة جدا، كانت حلوة بصراحة، فاجئتني وعاملينها شكلها حلو وكده. اللي هو كان في ماتش الاتحاد وماتش الأهلي، وهو طلع مع الألتراس الأهلي ورفعوا اللوجو بتاعه وطلعوا بصورته في المدرجات في برج العرب. ونصار شافه في شاشة الاستاد برج العرب، هو واخوه خضر، فشافوا اللي هو عيسى الوزان وصورته طالعة من الألتراس رافعينها كده زي ما بيرفعوا شعار الأهلي وعلم الأهلي. فدي كانت عودة اللي هو عيسى الوزان في المسلسل. طبعا ظهر ظهور جديد، النجمة شيرين أمين عاملة دور اللي هي واحدة برضو كانت حب القديم للنصار، ورجعت دلوقتي بعد ما سنين افتكرته وبتشوفه كده. وهي طبعا غنية جدا، وبرضه بتقوم بعمليات سرقة وكده. دلوقتي بقت في قوة كتيرة، وفي ايه، الوضع كله بيخون في بعض. طبعا في حاجات اتطورت، خضر اتجوز واحدة تانية وطلق القديمة، وحاجات كتيرة حصلت في المسلسل. آخر حاجة وصلنا لها أخوه، واتفقوا مع عيسى الوزان إن هم يسرقوا واحدة من أغنى رجال الأعمال، هي بتتاجر في الأعضاء البشرية، كان معاها حوالي 100 مليون جنيه. هم عايزين يسرقوا الفلوس دي، ينفعوا يسرقوها. بعد ما سرقوا الفلوس اتضرب عليهم نار، قطع عليهم الطريق واتضربوا بالنار. خضر اتضرب بالنار واتسرقت منهم الفلوس. وطبعا اللي سرق الفلوس ده عرفنا اللي هي نسرين امين، كان عايزه تعجزهم وكده. اخر حلقه انتهت اللي خضر لسه برضه بيتعالج. كانوا الاثنين، خضر مضروب في طلق، هو بيتعالج، عيسى الوزان اخدهم وعزلهم في مكان. نصار فاق وخضر لسه ما فاقش. وعرفنا مين، الحلقه اتقفلت على مين اللي بيوصل اخبار لنسرين امين، اخبار العتاوله بتروح ازاي لنسرين امين، والخطه ايه اللي حصل، عرفوا ازاي اللي هم كانوا هيعملوا بالعمليه ديت ويسرقوا 100 مليون جنيه. وطبعا نصار طلق مراته وكده، وحصل حاجات كتيره. فده اللي احنا وصلنا له في المسلسل. انا من وجهه نظري المسلسل احسن حاجه بالنسبه لي فيه التتر، طبعا زي ما هو احسن تتر في رمضان. الموسيقى التصويريه بتاعته احسن موسيقى في رمضان، دي احسن حاجه. واحسن حاجه برضو في المسلسل عجباني المشاهد بتاعت اسكندريه، مصورين مشاهد اسكندريه حلوه جدا. دي احسن حاجه بالنسبه لي، الموسيقى بتاعت التتر طبعا مرتبط جايبينه بمشاهد اسكندريه، مصورين اماكن حلوه جدا، تصوير الدرون وكذا لقطات ولقطات لونج شوت كلوز. عاملين بصراحه مصور اسكندريه مصورها حلو قوي.
فدي بالنسبه لي دي احسن حاجه في المسلسل. فده العتاوله، ده احنا وصلنا للجزء ده اللي وصلنا له الحلقه السادسه. ندخل على مسلسل نهدي شويه بمسلسل اشغال شقه والكوميديا. مسلسل اشغال شقه الكوميديا طبعا بتاعت هشام ماجد ومصطفى غريب ومعاهم اسماء جلال. الحلقات كل شويه تتطور، وصلنا برضه الحلقه السادسه. الكوميديا كل حلقه بتزيد عن الجزء الثاني عن الجزء الاولاني. هو عملوا الجزء الاولاني كويس، ما اتفرجش عليه كله. الجزء الثاني الكوميديا برضو ابتدت، كان الاول هادي في اول حلقه الدنيا كانت في كوميديا، بس كل حلقه كوميديا بتزيد سنه وبيتطوروا يعني. وانا شايف المسلسل كويس جدا، ومن المسلسلات الكوميديه الحلوه في رمضان. ده تقييمي ليه كويس جدا. اتفرجت على حوالي برضو 6 حلقات او اقل. مسلسل بشكل عام مسلسل حلو وممتع. ده كان مسلسل اشغال شقه. المسلسل اللي بعده من وجهه نظري مسلسل بقى، دخلنا على مسلسل ايه؟ سيد الناس. مسلسل سيد الناس هنتكلم عن مسلسل سيد الناس، بعد كده ندخل بقى في حكيم باشا يا واد، مسلسل صعيدي. يعني مسلسل سيد الناس من وجهة نظري ده كوكتيل اتعمل من محمد سامي من كل مسلسلاته اللي فاتت، عملها كوكتيل ضربها في الخلاط طلع بسيد الناس. انا شايف اللي هو مفيش جديد في مسلسلات محمد سامي، نفس اللي هو بيشتغل بنفس الكاست بنفس المشاهد بنفس الكتابة، دايما بيكتب بنفس الجديد. من وجهة نظري في المسلسل شايفه ده كوكتيل ضرب في الخلاط عامل المسلسل ده. من وجهة نظري مش مسلسل جديد خالص. هي اصلا مسلسلات اغلبها مش جديد، بس أنا بتكلم عن مسلسلات محمد سامي كلها شبه بعض. ايه بيفرق ايه عن جعفر عمدة، عن الاسطوره، كلهم كوكتيل كلهم شبه بعض. فمن وجهه نظري مسلسل مش قد كده. نختم بمسلسل حكيم باشا يا واد. مسلسل حكيم باشا من بطوله مصطفى شعبان، وهو مسلسل المفروض صعيدي. انا شايف اللهجه صعيدي ميكس كده، صعيدي مصري عامي، مش عارف فين الصعيدي. وبرضه مشاهد الصعيدي اللي انت ايه، واحد غني جدا راكب عربية كادلاك جي كلاس، راكب عربيات فارهة من الآخر، قصر اللي هو قاعد فيه فوق تلة بحرس سلاح، وهو أصلا تاجر سلاح أو تاجر آثار. فأنا مش عارف بصراحة. وابتدى طبعا مسلسل مصطفى شعبان، اتفرجنا حوالي 5 حلقات. مسلسل مصطفى شعبان مسلسل طابع يعني مفيش جديد، وحاسس البوستر والتتر جاي من مسلسلات قديمة اتعملت نفس الفكرة برضه، مفيش جديد. وشايف هو مسلسل كويس شغال إلى حد ما. الفكرة اللي هو المسلسل هو مصطفى شعبان هو راجل غني جدا بيتاجر في الآثار والسلاح، وعنده فلوس كتير جدا وآثار كتير جدا مخزنة في الجبل، وعنده قصر بيبقى فوق جبل برضه، وعنده حرس وقوة. وهو كان متجوز 2 وما بيخلفش. بعد كده اكتشفنا اللي هو كان متجوز عرفي، وليه ومراته خلفت منه وهو ما يعرفش. راحت له المكان ده، راحت لبلده، وهو عرف وعمل تحليل دي ان ايه، وطلع ابنه في الاخر. فده اللي وصلنا له. هو طلع ابنه وعنده عداوات. طبعا الصعايدة اغلبهم عندهم عداوات مع عمامهم وعماتهم وكده. عنده عمة بومة عينها بتجيب الارض، فلقت الحجر، قتلت ابن بنتها. ده المسلسل ده يعني هو الطابع بتاعه اللي هو ايه، مسلسل برضو ايه اللي هو واحد غني جدا وكله بيكرهه، بيعايد بقى الناس اللي هو ايه، عمه بيكرهه وليه عم بيحبه، وابوه بعيد عنه، وابوه بيحب الحلال وهو شغال في الحرام. فايه يعني مفيش جديد. مش عارف اقول ايه بصراحة. فالمسلسل شغال يعني ايه برضه يعني في ناس بتحب الحاجات دي وكده. فده المسلسل. واخر حاجه وصلنا له اللي هو عايزين كان ليه عمه اللي هو بيكرهه، واخد بيتهمه اللي هو وعمه التاني سرقوا فلوس ابوه، قاعدين في فلوس ابوه. هو بيدور على الحق وكده وعايز ينتقم. واخوه التاني ابنه مات انه كان بيهرب اسلحه وكده، فكان في صفقه اسلحه. هو كان حكيم باشا بقى اللي هو مصطفى شعبان ده كان مبلغ عنه، التاني اتقبض. فجاء وهم جايين يمسكوه ومات. كان عايز يضرب مصطفى شعبان فضرب نفسه بالغلط ومات. وعايز ينتقم من حكيم، فما عرف اللي هو ليه ابنه، وقصة كبيرة كده عايز ينتقم من ابنه. فالحلقة اللي وقفت على اللي هو عايزين ينتقموا من ابنه الصغير، وعايزين سلط عليه شغالة تقتله. مسلسلات رمضان أغلب طبع عليها بعيدا عن المسلسلات الكوميديا اللي هي الخيانة العامة. أغلب المسلسلات كلها خيانة، كله بيخون في بعض. أنا بقى إيه، عايز يعمل حاجة ورا التاني وكله شغال كده. دي مسلسلات رمضان في رمضان دي مسلسلات رمضان من وجهة نظري. فالمسلسل من وجهة نظري في ناس بتحبه، هو مسلسل متوسط. في ناس بتحب كده دور الضحية والانتقام وكده، ففي ناس بتحب كده انجوي. دي كانت حلقتنا. لو عجبتكم الحلقه ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، جرس التنبيهات. تابعنا على كل السوشيال ميديا في الديسكربشن، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.